ان احنا هنعمل لك الاول ضبط للسكر مع دكتور الباطنه. ثانيا هنعمل لك بعض الاجراءات اللي تحسن الاداء بعد العمليه كمان. يعني وارد جدا ان المريض نعمل له ليزر للشبكيه، نعمل له حقن. الكلام ده لو قاع العين بتاعه مرئي بشكل واضح او كويس، بحيث ان احنا نتمكن من تفادي المضاعفات بعد التدخل في عمليه الميه البيضاء. اما اذا كان قاع العين مش متشاف، يعني مش قادرين نحكم على الوضع بتاع المريض كويس علشان نعالجه او نعالج شبكيته بشكل متقن قبل التدخل، فوارد جدا مع ازاله المياه البيضاء ان احنا بنعمل بعض الاجراءات من ضمنها حقن ماده داخل العين علشان تحد من الالتهاب والرشح اللي ممكن يحصل في الشبكيه بعد اجراء المياه البيضاء في مرضى السكر. يعني ده باختصار برضو، يعني ان عندنا بعض الاجراءات اللي بنعملها تفاديا لحدوث اي مضاعفات، لان دلوقتي بقى في امكانيه لهذا الاجراء بحيث ان مريض السكر ما يكونش خايف ابدا من التدخل في اجراء المياه البيضاء، لان ده سؤال تقليدي بنسمعه، يعني هل ممكن اعمل عمليه المياه وانا عندي سكر وكده؟ طبعا ممكن تعمل، بس لو في تحضير جيد للعين. طب سيادتك، هل السكر ممكن يعمل لنا احنا كجراحين يعني عمليه الميه البيضاء عند مريض عنده سكر بقاله كام سنه، هل فعلا تختلف شويه عن المريض اللي ما عندوش سكر؟ الحدقه اخبارها ايه؟ قبل الشغل بنوسعها بتضيق مننا؟ يعني اساس ما حضرتك تدينا كده فكره عن الموضوع ده. حاضر. هو طبعا يعني في بعض الأحيان الحلقة دي هي الجزء المعروف اللي بيتسع ويضيق مع التعرض للضوء. ده بالنسبة لنا مهم جدا، يعني لأن احنا بنقدر نشوف ما خلف القزحية أو ما خلف الحلقة دي عشان نقدر نشتغل، فلازم تكون واسعة اتساع كافي. وفي بعض الأحيان في مرضى السكر بتكون دي ضيقه، حتى مهما نحاول نوسعها بالادويه ما بتوسعش بشكل كافي. فاحنا طبعا المرضى اللي هم بيمشوا على نظام معين بحيث السكر في الدم يكون منضبط طول فتره المرض، يعني بنلاقي الحكايه دي عندهم اقل شويه. لكن عندنا طرق بنستخدمها علشان نوسع الحلقه اثناء الشغل الجراحي، والطرق دي بتمكننا ان احنا فعلا نقدر نزيل المياه البيضاء بشكل جيد بدون ما نلجأ لحاجات يعني اخرى يعني. تمام دكتور اشرف. طيب حضرتك ايه برضو ركز لنا شويه عن حضرتك قلت من شويه ان احنا ممكن نعمل للمريض ده جلسات ليزر قبل ما نعمل له العمليه او بعد ما نعمل له العمليه. ايه اهميه الليزر في التعامل مع عبث الشبكيه السكري؟ هو الحقيقه اسباب حدوث المشاكل من السكر بتاتي ان بعض اجزاء من شبكيه العين ما بيوصلهاش الدم بطريقه كفايه، وده من ضمن عيوب او مشاكل السكر على بعض اماكن الجسم زي الشبكيه. الاماكن اللي ما بيوصلهاش دم دي بتعتبر اماكن غير حيويه او اماكن شبه ميته، وبالتالي علشان تحيي كنوع من التاثير الرباني يعني في المكان، بيبدا يطلع اوعيه دمويه عشوائيه في الاماكن دي، والاوعيه الدمويه العشوائيه دي غرضها تغذي الاماكن اللي ما بيوصلهاش دم، وهي اوعيه دمويه ليس لها جدران بالشكل الطبيعي المعروف، وسهل جدا يقع منها الدم، وهي دي يعني مكمن الخطوره الحقيقه ظهور الاوعيه الدمويه العشوائيه دي. فاحنا الحقيقه المفروض يعني الاماكن دي معروفه لدى اطباء العيون، دي اماكن في الشبكيه بنسلط عليها النور بتاع الليزر علشان نوقف النشاط بتاعها في انها تكون اوعيه دمويه عشوائيه. فدي مهمه جدا، لان معروف ان بعد التدخل في اجراء عمليات المياه البيضاء لو مريض عنده المشكله دي موجوده
هتبقى اكثر شراسه او كثافه بعد التدخل في عمليه الميه البيضاء. فطبعا كلما امكن ان احنا نقدر نعالج الشبكيه في التوقيت اللي قبل العمليات بليزر يكون فعلا مفيد جدا، وهيجنبنا مشاكل ومخاطر بعد العمليه. لو ما كانش، يعني بمعنى تاني ان الميه البيضاء كانت كثيفه شويه والليزر مش هينفع يدخل العين ويعلم فيها، بننتظر فتره بعد اجراء عمليه الميه البيضاء، ممكن فتره تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، وممكن نتدخل في الوقت ده ونعمل ليزر للشبكيه علشان نحميها من التاثير السلبي بتاع الاوعيه الدمويه العشوائيه. تمام. طب هل حضرتك مجرد ان احنا نعمل عملية المياه البيضاء، لو فرضنا ان الانسان ما عندوش رشح او عنده رشح، هل يا ترى التدخل نفسه ممكن يسرع حدوث الرشح في الشبكية؟ عشان كده بنوجه رسالة للاطباء وللمرضى ان المياه البيضاء دي هنشيلها في مرحلة معينة لما تبقى كثيفة فعلا تستحق انها تتشال، يعني مش اي مياه بيضاء كده اخش اشيلها، لان ده هيسرع حدوث الرشح. ايه رأي سيادتك في الموضوع ده؟ هو طبعا ده الحقيقه مرتبط بوضع الشبكيه، يعني زي ما قلنا كده، لو الشبكيه بتاعت المريض فيها مشاكل كتيره ومحتاجه علاج، وانا قادر على ان اعمل ده قبل ازاله الميه البيضاء، خلاص يبقى كويس جدا ان انا اقدر اعمل ده، لان معروف ان العمليه في حد ذاتها يخرج اثناء العمليه بعض مواد خاصه بالتهاب العمليه التقليدي او الطبيعي يعني، ودي بتسرع الحقيقه في موضوع حدوث الرشح، عشان كده بيكون اكتر بعد العمليات. فاحنا بنتجنب ده بحيث ان المريض اللي هنقدر نعمل له التدخل وقبل الاجراء الجراحي بيكون افضل. اللي مش هنقدر والميه البيضاء بقت كثيفه، لا بنستنى بعدها. طبعا التدخل دايما في العمليات بتاعه الميه البيضاء مرهون بقد ايه الميه البيضاء مؤثره على كفاءه الشخص ده في ادائه لعمله، سواء حتى لو ربة بيت في المنزل او حد بيشتغل خارجي.